سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جيتكم بوصفه تهبل اللي هي جنحين تاع الدجاج. عندك جنحين وما لقيتوش واش ديري بهم، روحي تبعيني نقولك واش نديري بهم. جبدي هذوك الجنحين وهيا نمارينيوه مع بعضنا. اجب روحي حكمي جنحين تاعك هذوك نديريهم في كيفات هكا ولا ريسيبي هكا، ونروحوا نبداو نمارينيوهم. نروح نجيبو كامل لي زيبيس تاعنا اللي هما كركم، فلفل كحل، فلفل احمر، حلو حار، زنجبيل، الاخر مطارد، ثوم بودرة. المهم لي زيبيس اللي تستعملوهم وتشديهم كامل لحوهم اللي هما كيما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. نزيدو بيان سور راس ثوم هكا، مغرف طماطم، مغرف طماطم مصبره، مغرف هريسه، ونزيدو لهم في الاخر شويه عسل، وبلا ما نساو الخل والزيت. نحكموهم كامل مارينيوهم مع هذاك الدجاج، نديروا لهم بيا تما. وكما راكم تشوفوا هنا في الفيديو كما قلت لكم هنا بلا ما نساو الزيت، ونحكموا هذاك الجنحين هذوك نثقبوهم هكا باش تدخل لهم هذيك لا ماريناد مليح. نجيبوا هكا بلاطو فيه ندير قصو فيه شويه بصل، شويه طماطم، شويه فلفل، ونحطوا هذوك الجنحين كامل نستفوهم. ولا ماريناد اللي بقى من اللي بقات في الكيفات نزيدو نلوحوها عليهم، ونشلو هذيك الكيفات تاعنا بربع كاس ماء هكا، ونحطوها على هذاك البلاطو، ونحكمو بابي كبيسون نجلوه في الماء ونقفلوه ونديروه على البلاطو، ونديرو البابي الومنيوم ونحطوها في الفور تاب. كل وحده والفور تاعها قداش الوقت اللي راح تحكمو. برضو بس كان البنات شويه زدران على بها عيط نهضر، مي معليش. هنايا شوفوا، هنايا بعد ما طابوا لي جنحين تاعي، هنايا انا كنت قبل ما نحمرهم من فوق كنت نحيت لهم لاصوص هذيك الساع من الفوق، ورحت ميكسيتها. هذيك لاصوص اللي طابوا فيها الجنحين نحيتها كيما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. نحيت هذيك لاصوص ورحت ميكسيتها بيا حتى ولات لي كيما هكا، وانا جاتني شويه حاره زدت لها الكرام فراش هكا، ورجعت تبل بنينه تسخف كيما راكم تشوفونا. وكنت انايا رافقت جنحين تاعي بروز مع الشعيريه. هنايا كنت جبت برمه ولا غوقله اللي عندك، ديري فيها مغرف زبده وشويه زيت، وحطي فيها بصله صغيره هكا مقطعه دي مورسو هكا صغار، ما مهم يكونوا هكا صغار. زيدي لها هنايا وحده من نجمه الارض وشويه قرنفل وعود قرفه صغير، وتخليهم يتقلوا مع البصل هذيك بيا كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو يتقلاو مع بعضهم. وانا كنت درت طاوه فيها 2.5 كيسان ما بيسك، درت كاس روز ودرت فيها جامبو، حطيتهم على النار خليتهم يسخنوا بس راح نورق بهم بعد الرز والشعيريه. هنا كنت بعد ما تقلى لي هذاك البصل كنت درت شعيريه لهنا بكي هكا شويه، نخليها حتى هي تتقلى بيا وتدي هذاك اللون الذهبي هذاك الباهي. ونزيد نفرغ عليها الكاس تاع الرز هذاك اللي كنت درته في الماء طلق النشويات تاعو. انا كنت استعملت رز بسمتي. بعد ما يتقلاو بيا نروح نداويهم. انا درت فلفل كحل، شويه زنجبيل، شويه كركم، شويه ثوم بودره. المهم ديروا كامل لي زيبيس اللي تشتيوهم نتوما، كل واحد وش يشتي. بعد ما نكملوهم زدت لي زيبيس اللي درتهم شويه كزبر ثاني بلا ما نساو الكزبر مليح. ونقليهم بيا حتى نديو هذا اللون الذهبي هذا الباهي هكا في العين. بعد ما يتقلاو مع بعضهم نروح نمرقوهم بالماء هذاك اللي كنت سخنته انايا معكم اللي درت فيه الجامبو، شغل نمرقوهم ونخليوهم على نار هادي اي طيبوا في غرضهم. نقصوا لهم النار وخليو داك الشعريه والروز يطيبوا. ما تكثروش الملح ديك بس كان انا درنا الجامبو لهنا، ديروا الملح شويه بكميه صغيره، ونخليو نقفلو نغموها بهكا غطا ونخليوها طيب على نار قليله. هاو الرز تاعي ليكم بعد ما طاب جا على حبه وجابني يهبل. وهذه هي طاولتي نهار اليوم. صحه فطوركم، باي باي.